الخير في مصر زمان وحكاية مبارزة محمد علي. هنقول كان يا مكان يا سعد يا إكرام ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. سمعوني عليه الصلاة والسلام. إيه حكاية الخير في مصر زمان؟ حكاية الخير في مصر زمان آه كبير كبير وفي فروع كتير كتير. هنبدأ منين ولا منين أقول لكم؟ بعد الصلاة على الزين عليه الصلاة والسلام أنا هحكي لكم حكاية بس المبرة. ليه كان فيها قبلها حكايات؟ طبعا كان فيها حكاية التكية وفي حكاية الخقان والبرمستان والبيوت اللي كانت بتفتح للخير، في حاجات كتير كتير كتير. طيب المبرة عبارة عن ايه؟ المبرة عبارة عن نشاط اجتماعي إنساني لمساعدة أصحاب الحاجة. يعني ايه؟ هقول لكم. بيفتحوا مستشفيات، بيفتحوا مدارس، بيفتحوا حتى النوادي، بيفتحوا نشاط اجتماعي، نشاط اقتصادي، نشاط ثقافي. كل حاجة فيها خير لازم يعملوها. طيب والحكاية بدأت من كام؟ بدأت تقريبا 1920. جميل جميل. طيب ودي كانت تحت رعاية الملك طبعا، بس لازم تديرها أميرة من البيت العلوي. طيب وأهم اللي قدروها مين؟ الأميرة شوكار زوجة الملك فؤاد الأولى. وهي أصلا صاحبة ثراء ومال خاص بيها. جميل جميل أوي. طيب وبعدين الأميرات طبعا كانوا بيقتدوا بيها، وكانت بتجمع تبرعات وكانت بتعمل يناصيب وكانت بتعمل حفلات عشان تلم فيها التبرعات. باش وبعد الأميرة شوكار مين اللي مسكتها؟ الإمبراطورة فوزية أو الأميرة فوزية. طيب وما مسكتهاش ليه الملكة فريدة؟ في الفترة دي كانت بعد ما شوكار ماتت كانت فوزية اتطلقت ورجعت، وكانت الملكة فريدة اتطلقت، فما كانش في رتبة أعلى من مكانة الإمبراطورة أو الأميرة فوزية تقدر تدير المباراة. طيب وفي منها فروع. طبعا في المباراة الأصلية اللي هي بتاعت محمد علي، في مباراة الملك فاروق، في مباراة فريال، في مباراة فوزية. وكل أمير عنده دخل وحاب يعمل مشروع خيري ويسميه باسمه، فما كانش فيه مشكلة. بس ترجع في الآخر للشجرة الأم اللي هي مباراة محمد علي. ودي ليها دخل بالتكية المصرية. طبعا ليها دخل بالتكية المصرية، وكانت بتبعت لها فلوس مع كل محمل علشان الفقراء من المسلمين اللي في موسم الحج للإطعام والعلاج والكسوة. طيب وكان ليها حاجة لأهل الحجاز. طبعا كان ليه جزء مخصص لأهل مكة وأهل المدينة بالذات، دونا عن أهل الحجاز كلهم، دي المقيمين. جميل جميل. طيب الافتتاحات دي بتاعت ايه؟ دي افتتاح مباراة فوزية في محافظة بورسعيد. لطفي شبارة اتبرع بحوالي 500 جنيه لإنشاء المستشفى. بعد ما افتتحتها الأميرة فوزية اداله الملك فاروق لقب باشا، بقى لطفي باشا شبارة. في صورة هي واقفة في الشرفة، بيقول دي شرفة الفيلا اللي تمثل فيها إشاعة حب، بس هي غلط، دي الشرفة الخاصة بمباراة المستشفى نفسها. وفي ترابيزة، الأصول إنها كانت موجودة من أيام الملكة فوزية، بس مش عارفة اتشالت في التجديدات الأخيرة ولا لأ. بعد التجديدات شكل المستشفى اتغير، بس كان في أوضة الإدارة شباك بشرفة بتطل على الجنينة الخاصة بالمستشفى. حاولوا يغيروا اسم المستشفى بعد 52، بس الناس راسهم وألف سيف، هي رايح فين مباراة فوزية؟ انت تقول اللي انت عايز تقوله، بس في الأول والآخر هي مباراة فوزية. وافتتحت كمان مستشفى زيها في طنطا، ملك الصابون هناك عمل زي لطفي شبارة كده، وافتتح مستشفى، وبرضه الملك اداله لقب باشا. آه كان في توزيع للأكل والشرب واللبس والكساء، والوقوف جنب الشعب في النكبات اللي ممكن تحصل، سواء بقى فيضانات، إصابة بعض الأمراض زي الكوليرا، الملاريا،
الرمد كانت بيقوموا بالتكفل بالعائلات والأسر وجمع التبرعات وتوزيعها على ذوي الحاجة، وده كان أهم حاجة قوم بيها مباراة محمد علي. ده الزي الخاص وده اللون الحقيقي للزي الخاص لمباراة محمد علي. في حفلة كوكتيل شاي هما لابسين فيه أبيض بس حاطين النشان الخاص بأسرة محمد علي. أرجو إن الألبوم ده يكون نال إعجابكم، تابعوه.